من جانب النادي الاهلي، ودي بقى خدها من على طرف المعلقه برضه، لانه ايه، الكلام اللي بيتقال النهارده بكره لا، واحنا مش ملايكه. في كلام من جانب الاهلي فيما يتعلق بمصطفى محمد، لاعب نادي نانت الفرنسي ولاعب نادي الزمالك السابق، ده لمساله وجود مصطفى محمد لاكبر فتره ممكنه مع نادي الاهلي. طيب هو ايه اللي يعني ايه اللي خلى المنظومه بتاعه الاهلي تتكلم مع مصطفى محمد؟ مصطفى محمد اللي ليه اكتر من فتره مع نادي نانت الفرنسي مش بيلعب، فمجلس اداره الاهلي شايف انه طب وليه ما نجيبهوش، وليه ما نتكلمش؟ على الناحيه التانيه هناك نادي من الانديه البرتغال الدرجه الاولى حط عينيها على مصطفى محمد، حط عينيها على مصطفى محمد في مساله ان هو يكون او ينضم لصفوف الفرقه. مصطفى محمد عاوز يروح فين؟ مصطفى محمد عاوز يرجع للاحتراف، مش عاوز يرجع مصر دلوقتي، ومش عاوز يرجع مصر حتى بعد سنة ولا اتنين ولا تلاتة. مصطفى محمد عنده فكر وانا احترمه، التفكير ده احترمه، ان مصطفى محمد يكمل في مسيرته الاحترافية، انا احترم القرار ده، واتمنى ان مصطفى محمد يكمل في مسيرته ده، دي امنياتي. مصطفى محمد لعيب كبير جدا جدا ومهاجم تقيل جدا جدا، انا اتمنى ان هو يكمل في مسيره الاحتراف بتاعته ده فيما يخص مصطفى محمد. مصطفى محمد في كلام مع النادي الاهلي عليه، في كلام، ولكن مصطفى محمد وجهته فين؟ وجهته ان هو